أستاذ محمد، صناعة المحتوى الرياضي في المغرب أمر فيه بزاف ديال الوجوه اللي كنشوفوها، ولكن أنك تصنع التميز في المشهد أمر قليل اللي ينجح فيه، منهم محمد الحجوي. كيفاش كتشوف المشهد بنظرتك الخاصة كصانع محتوى رياضي، وخصوصا البعد عن الشعبوية؟ كنعرفوا أن لغة أو كرة القدم هي لغة شعبية، فبالتالي ضروري من بعض الامور الشعبويه اللي كتدخل في اطار التحليل الرياضي، في اطار التعامل مع المباريات، الجماهير الى اخره، ولكن انك تحافظ على لغه معينه، على جوده معينه، بعيدا عن الشعبويه او بعيدا عن اللغه السوقيه الى اخره. كيفاش قدرتي تحافظ على هذه المعطيات هذه، وكيفاش كتشوف المشهد بنظرتك الخاصه لصناعه المحتوى الرياضي؟ ففي البداية شخصيا ملي كنت يلاه بادي، اول حاجه واول دافع خلاني نبدا وهو انا من الناس اللي كيبغيو المنتخب بواحد الشكل اللي كبير. وكنت ملي كندخل مثلا الاعلام الرسمي شنو كنلقى العالم الرياضي كيجي من الحد لحد، وكتلقى ديك البلانيت فوت اللي كانت كتجي من اثنين اثنين وصافي. ما كاينش شي حاجه اللي مثلا كتقلب عليها وتاخذ منها داكشي اللي بغيتي. في ظل انه كان عندنا الويب موجود، ولكن ما كانش فيه داكشي اللي انا بالنسبه لي ذاك الوقت ما كنتش كنلقى فيه داكشي شنو بغيت. يعني كنلقى ما هو رسمي، وما هو رسمي دائما ما كتشوفش داكشي اللي فيه الراي والراي الاخر. دائما عندهم تقريبا واحد الخط التحرير اللي كيحترموه، خصهم يحترموه وتمشي عليه ديال المؤسسه اللي انت منتمي ليها. فكنت كنشوف بانه كاين خصاص. كنت نمشي كنقلب في الراديو من طبيعه الحال، كنلقى في الراديو داكشي اللي شويه كنحس به بانه كيشفي الغليل ديالي ولو جزئيا ونسبيا، ماشي بديك الدرجه الكبيره. فقلت علاش حنا ما تكونش عندنا مثلا في الويب شي واحد اللي يعطي رايه، سواء يكون شي مره صحيح سواء شي مره يكون مختلف، وهذا عادي جدا. قلت نقدر ناخذ المبادره وتبدا تكون هذه البدايه. فالفكره بدات بحال هكا، وكانت البدايه بحال هكا، والتحديات اللي كانوا في الاول ما كتفرجها في راسك، وهذا عادي. ولكن من بعد الحمد لله بديت كنحس بانه واحد الناس عندهم تقريبا نفس الشغف ديالي والحب ديالي، بداو كيتجمعوا، والامور مشات بحال هكا حتى الحمد لله. دابا ولينا واحد الاسره اللي عائله كبيره كتتبع المنتخب ومن خلال هذا المحتوى اللي كنقدم. شنو النصيحه ديالك اللي تبغي تعطي لاي واحد باغي يدخل مجال صناعه المحتوى الرياضي؟ فاول حاجه انا دائما كنشوف واحد المعطى اللي كاين في العالم ديال الرياضه وفي الاعلام الرياضي بالخصوص، وهو انا كنشوف باش تنجح مثلا في الرياضه وسيرتو في الكره، هو تكون باسيوني بالكره، اللي هي تخلي لك يكون عندك واحد الباجاج كبير انك تهضر به. حيت مثلا كنشوف كاين البعض والله يحسن العوان كيدخل مثلا العالم ديال الاعلام الرياضي وكيكون الهدف واضح، هو انه الله يحسن العوان يقلب على خدمه، ولكن في الواقع الكره كتهضر بالاحاسيس ديالك، كتهضر بالمشاعر ديالك، كتهضر بقلبك. الا كنتي متصنع غادي يجبان متصنع. الا ما كانش عندك باجاج واحد الخلفيه، سواء حب ديال واحد الفريق معين ولا منتخب معين، ما تقدرش انك توصل شي حاجه اللي بعيده على الهضره اللي هي الاحاسيس. راه شي مره ما كنهضرش كنبقى جالس، كاين اللي كيحس بيا دابا حاليا كيبارطاجي واحد الصوره ديال اللي داير بحال هكا فيها احساس. هذيك في حد ذاتها احساس بالناس راجع من هذيك الروح اللي دايزه، وهذيك اللي دايزه كنظن انها هي الباجاج اللي خص يكون عند اي واحد قبل ما يدير واحد المجال معين. في مجال مثلا سياسه، سينما، رسم، كل ما كان الاحساس محطوط في ديك الحاجه اللي باغي تحط، راه غادي توصل باحساس بلا ما توصل بشي حاجه اخرى.